وتجلى حسنه رابعا في مقابلة الإساءة مهما كبرت بالإحسان. هذا تجلي آخر لحسن الإمام الحسن عليه السلام. نذكر على كل واحدة من هذه طبعا فتشاهد أو أكثر. عن المبرد وابن عائشة قال: إن شاميا رأى الحسن بن علي عليهما السلام راكبا بغلة، قال شامي: لم أرى أحسن منه، فمال قلبي إليه. كان لا يعرفه لكن رأى الحسن، المظهر الجميل الحسن هذا، لم أرى أحسن منه، فمال قلبي، شامي يقول: فمال قلبي إليه وسألت عنه فقيل لي الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، فامتلأ قلبي غيظا وحنقا وحسدا. هؤلاء معاوية وإعلام المضلل أشبع أذهانهم وعقولهم بالشبهات والافتراءات، فهو أعجب قبل أن يعرفه، لكن لما عرفه انقلب كل ذلك إلى أكو ناس طبعا. فامتلأ قلبي غيظا وحنقا وحسدا أن يكون لعلي ولد مثله. علي بن أبي طالب هذا الذي يسبونه على المنابر هكذا يترك أثرا خالدا بهيا مثل الإمام الحسن عليه السلام، وهم طبعا لا يريدون أن يؤمنوا بأحقية علي عليه السلام وأولاده، فهذا شيء يكرهونه أن يظهر شيء مثل هذا. فقمت إليه وقلت: أنت ابن علي بن أبي طالب؟ فقال عليه السلام: أنا ابنه. نعم الأب ونعم الولد، أنا ابنه، نعم، أنا الحسن بن علي بن أبي طالب. فقلت: ابن من ومن ومن؟ بدأ يعدد من هالشتائم والسباب، أنت ابن من كذا، وأنت ابن من فعل كذا، وأنت، بدأ يعدد من هذه الافتراءات التي صنعها معاوية وأزلامه والمتزلفون إليه. فقلت، الشامي يروي: ابن من ومن ومن، وجعلت أشتمه وأنال منه ومن أبيه عليهما السلام وهو ساكت حتى استحييت منه. فلما انقضى كلامي تبسم وقال: أحسبك غريبا شاميا. فقلت: أجل. قال عليه السلام: لعلك شبهت. حتى وهو بهذه العدوانية الإمام الحسن يجد له عذرا، مو بس سكت ما رد عليه، لا، يجد له عذرا أنه لعلك مشتبه، لعلك شبهت، ربما أنت تصورت شخصا آخر وقلت هذا الكلام. الإمام عليه السلام يجد عذرا لهذا المعتدي: لعلك شبهت، اشتبهت، ما قاصدني لي، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، باعتبارك غريب مو من أهل المدينة، ولو استحملتنا حملناك، خاف ما عندك راحلة تحملك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا مطلوبا للسلطة آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا، تفضلوا يعني امشي التحق بينا، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، نكفيك مؤونة ضيافتك بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التحق بنا وضيافتك علينا. وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لها موضعا رحبا وجاها عريضا، للإمام عليه السلام موضعا، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كبيرا، فضلوا يعني. فلما سمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته،
وكنت أنت وأبوك علي بن أبي طالب أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي بهذه الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. والآن أنت أحب خلق الله إلي، وحول رحله إليه بعد أن كان نازل في خان مال الزوار لي شلون مثابة الفندق أو في أي مكان يمكن على قارعة الطريق، لا، انتقل برحله إلى ضيافة الإمام الحسن عليه السلام، وكان ضيفه إلى أن ارتحل من المدينة، وصار معتقدا لمحبتهم سلام الله عليهم.